مرحبا جميعا وأهلا وسهلا فيكم في قناة كويت ماني هاب، القناة اللي تتكلم عن فلوسكم واستثماراتكم بطريقة سهلة وبسيطة. اليوم بنتكلم عن موضوع مثير: كيف تدخل عالم الاستثمار بمبلغ صغير أقل من اللي تصرفه على ألعاب أو إكسسوارات موبايل، ومع الوقت هالمبلغ ممكن يكبر. رح نحكي عن البيني ستوكس أو الأسهم الصغيرة في بورصة الكويت، وبنشرح الفكرة بطريقة فيري سيمبل لدرجة إن حتى طفل عمره 10 سنوات يقدر يفهم شنو قاعد يصير. عرض صورة سهم رخيص أو رسم توضيحي بسيط. البيني ستوك يعني سهم سعره رخيص تابع لشركة صغيرة أو كومباني توها في بداية الطريق، مو شركات بيج مثل البنوك أو التليكوم، لا، شركات صغيرة تحاول تكبر. سعر السهم يكون لو، عشان جذي ناس وايد يتحمسون لها ويقولون إذا اشتريت الحين وبعدين الشركة نجحت البروفيت بيكون عالي. الفكرة حلوة، بس لازم نفهم إن مع الهاي ريتيرن دائما في هاي ريسك. الفترة الأخيرة بورصة الكويت ومعاها الجهات الرسمية تكلموا عن دعم ال SMEs والشركات الناشئة وسووا تسهيلات عشان تدخل السوق. الهدف إنه يصير في economic growth، شركات جديدة وفرص أكثر للمواطنين والمقيمين في الاستثمار. يعني السوق ما يكون بس للكبار، حتى small investors لهم chance. عرض مثال بسيط مع رسوم متحركة. خلينا نبسط الصورة أكثر. تخيل واحد فاتح بروجكت صغير مثل كشك يبيع عصير. بالبداية الربح ويك، ويمكن يوم يربح ويوم يخسر. إذا اشتغل صح الكشك يكبر ويصير شوب وبعدين كومباني. الأسهم الصغيرة نفسها المثال، ممكن تكبر وممكن تفشل، وعشان جذي الموضوع ريسكي. ليش الناس تحب البيني ستوكس؟ لأن الانتري كوست قليل. بدل ما تشتري سهم واحد غالي تقدر تشتري عدد كبير بأسعار تشيب. إذا السعر طلع شوي تحس بالجين، بس بنفس السرعة ممكن ينزل السعر، وأحياناً اللوس يكون قوي إذا ما كنت حذر. بورصة الكويت تحاول تسوي ريجوليشن أقوى وتحط رولز عشان تحمي المستثمرين، خصوصاً البيجنرز. بس مهما كانت القوانين القرار الأخير عليك. لا تحط كل فلوسك في سهم واحد، ولا تمشي ورا أي هايب أو كلام في واتساب أو سوشيال ميديا يقولوا لك اشتروا بتصير مليونير بسرعة. ما في كويك موني بدون ريسك. عرض نصائح على الشاشة. إذا أنت نيو في عالم الاستثمار ابدأ بمبلغ صغير، مبلغ لو خسرته ما يدمر حياتك. تعلم البيسكس. شنو بزنس الشركة؟ شنو خطتها فيوتشر؟ هل عندها ديون؟ هل أرباحها ستيبل ولا لا؟ هالأشياء مهمة حتى لو الشركة سمول. الاستثمار مو جامبلينج ومو لعبة، هو سكيل يحتاج ليرنينج وصبر. مثل ما تتعلم قبل لا تسوق سيارة لازم تتعلم قبل لا تدخل البورصة. تابع أخبار كويت ستوك إكسشينج وافهم الإعلانات وخلك دائماً أب تو ديت. بالنهاية الاستثمار في البيني ستوكس بالكويت ممكن يكون opportunity حلوة للمستقبل إذا كان بعقل ووعي، وممكن يكون سبب خسائر إذا كان بطمع وعجلة. دائماً تذكر هذه فلوسك، تعبك، فخلي قراراتك سمارت، سيمبل، ومبنية على فهم مو على حظ. شكراً لكم على المشاهدة. إذا عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب للقناة كويت ماني هاب عشان ما تفوتون فيديوهات جديدة عن الاستثمار والفلوس. شاركوا رأيكم في الكومنتس. هل جربتوا البيني ستوكس؟ شنو تجربتكم؟ باي.